الجامع للتراث المحلي بحث مرهق قد يكلف صاحبه لسنوات ويكلفه ماديا. وعندما تأتي إلى إخراج هذا العمل وإلى إخراج ثمرة هذا البحث العلمي قد تجد صعوبات في التسويق، صعوبات في النشر، صعوبات إلى غير ذلك. كتاب اليوم في أصله هو مذكرة الماجستير في تاريخ وحضارة المغرب الأوسط من جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر. نوقشت هذه الرسالة من إعداد الطالب الصديق عبد الكريم، ومن نزلت مناقشة متكونة من البروفيسور عدة بن داها رئيسا، عبيد بوداود مناقشا، عمر بالبشير مناقشا، ومحمد بوركبة مشرفا جميع مذكرة الماجستير. العنوان الأصلي تاعها رانا محورين شوية بالكتاب، هو الحياة الأسرية بالمغرب الأوسط ما بين القرنين السادس والتاسع الهجريين، الموافق للقرن الثاني عشر الخامس عشر ميلادي، دراسة سوسيال تاريخية. نوقشت هذه المذكرة بتاريخ 2 جونفي 2014 بقاعة المناقشات بالماجستير، يعني القطب الجامعي القديم اسطنبول.